قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف ان ده الجزء ال 14 من حكايه مليودس. الجزء ده حرفيا هيصدمك، فعاوزك تركز معايا جدا علشان هتولع من الحماس يا صديقي. ويلا بينا نبدا الانمي. بعد ما جوسر رجعت له ذكرياته وبدا يفهم تاني، بدا في الاعتذار من كينج علشان مسح ذكريات ديانا قبل كده، وكينج طبعا بيسامحه على اعتذاره وكان فرحان جدا. بعدها بقى في مملكه كاميلوت وتحديدا البلد اللي زلدريس مسيطر عليها، كانت مارين بعتت احدى مخلوقاتها السحريه علشان تدور على ارثر هناك وتشوف اذا كان حصل له حاجه ولا لا. زلدريس بيشوفها بيهجم عليها، مارين بتحاول تحميها، بتتصاب من هجومه، وشكل زلدريس ما بيهزرش يا صديقي. بعدها بقى كان الخطايا عمالين بيحتفلوا، اخيرا الكل رجع تاني فرحانين جدا. بان بيسأل جوسر هو انت لابس هدوم اليزابيث ليه؟ انت مش راجل يالا؟ جوسر بيقول له دي هوايه عندي من ايام ما كنت بتنكر علشان اشوف ناجا. فبان بيقول له تمام وبيضحك عليه كده. بعدها بقى مارلين بتقول لهم انا حاسه ان عاوز ارجع كده، وبتسيبهم وبتمشي. بتوصل على بيتها وما بتكونش قادره تقف. هجوم زلدريس بدا يزيد تاثيره عليها. مليودس كان ملاحظ ان فيها حاجه غريبه، لحقها حطها على السرير ده. قال لها مالك في ايه؟ مارين قالت له احنا لازم نلحق ارثر، هو املنا الوحيد. فمليودس بيقول لها تمام، وكان اسكانور بيراقبهم وسامع كل حاجه في الوقت ده. تاني يوم بقى كانت اليزابيث واقفه هي وايلاين وديانا. ديانا بتقول لهم اقول لكم على حاجه مش هتصدقوها، انا رجعت 3000 سنه مع كينج اثناء الاختبار، وهناك شفنا حاجه غريبه. شفنا اليزابيث شبه اليزابيث بتاعتنا بالظبط، وكانت هي والقائد بيحبوا بعض برضه. اليزابيث بتسمع الكلام وبتتصدم، بتفتكر كلام كاين ليها قبل كده لما قال لها ان حبيبه مليودس ليس كان اسمها الحقيقي اليزابيث برضه، وكانت شبهك. حاسه ان في الموضوع. راحت على مليودس بعدها بتساله، بتقول له انا عارفه ان الكلام ده مش منطقي، بس هو معقوله تكون صدفه انك كل لما تحب بنت يطلع اسمها اليزابيث برضه وتكون بنفس شكلي؟ لو عارف حاجه بالله عليك قول لي. فمليودس بيضحك كده وبيقول لها دي صدفه مش اكتر. اليزابيث قالت له تمام، وبعدها سابته ومشت. بصت له كده وهي ماشيه، قالت له انت اكتر واحد انا بثق فيه في الدنيا، وبعدها بتكمل طريقها. مليودس في الوقت ده كان زعلان جدا، بيقول لها انا لسه مش قادر اقول لك على الحقيقه كامله، وشكل الموضوع في انها صديقي. بعدها بشويه بقى حاله مارلين بتسوء. اليزابيث بتروح عليها علشان تعالجها، بتستخدم سحرها، وهوبا بتدخل جوه سحر زلدريس. بيكلمها في الوقت ده، بيقول لها انا كنت مستغرب من اللي قادر يشوش في سحري، بس مش هستغرب طالما ان هو انت. اليزابيث مصدومه، بتقول له هو انت تعرفني منين؟ قال لها اعرفك، بس انت اللي بتخلي اخويا يعاني من 3000 سنه ومش سايباه في حاله. اليزابيث بتقول له تقصد ان كنت مع مليودس طول الفتره ديت؟ زلدريس قال لها بالظبط كده، وانت اللي بعدتيه عننا. اليزابيث وعلى عكس توقعه فرحت جدا من كلامه، كانت عاوزه تعرف ان مليودس حبيبها وبس، واتاكدت من كده. بتقول لزلدريس انا عاوزه افتكر كل لحظاتنا سوا. فبيقول لها عاوزه تفتكري؟ من عينيا، خدي ديت بقى وما ترجعيش تعيطي. بعدها مارين بتخف واليزابيث بترجع، بتقول لهم انا عاوزه اطلع اشم هوا بره. بتطلع عماله بتعيط، فرحانه جدا علشان مليودس طول الفتره ديت كان معاها وبيحبها هي وبس. ولكن تأثير سحر زلدريس بدأ يشتغل. اليزابيث بدأت ذكرياتها ترجع، عمالة بتصوت وبتزعق للكل ومش عارفة حاجة. بيغمى عليها، بياخدوها على سرير كده. مليودس ماسك ايديها متأثر جدا، بيقول كده اليزابيث ذكرياتها بدأت ترجع. انا غلطت تاني. ديانا بتقول له غلطت ايه يا عم؟ ما لازم ذكرياتها ترجع، انت مش بتحبها ولا ايه؟ مارين زعقت لها، قالت لها اخرسي انت مش عارفة حاجة. مليودس عمال يعيط، بيقول بعد ما اليزابيث ذكرياتها ترجع هتموت بعد 3 ايام. الكل اتصدم، انت ايه اللي بتقوله ده؟ مليودس بدأ يحكي لهم على الحكاية، قال لهم كده مفيش مفر، لازم تعرفوا الحقيقة كاملة وحقيقة رحلتي انا واليزابيث لمدة 3000 سنة. الكل واقف مصدوم ومترقب الكلام اللي هيقوله. مليودس بدأ يحكي فعلا، قال لهم بسبب خيانتي لعشيرة الشياطين وقتلي فيهم، ملك الشياطين غضب مني، وبسبب انقاذ اليزابيث برضو الجزء من الشياطين، ملكة عشيرة السماء اتعصبت منها. الاتنين عملوا تحالف علينا، بدأوا يقتلونا. كنا عارفين ان هي دي نهايتنا، بس كنا فرحانين علشان على الاقل هنموت مع بعض. بتنتهي المعركة فعلا، بنخسر انا واليزابيث القتال، ولكن بعد فترة من الزمن انا بفوق عادي، جسمي كله اتشفى، ما عادش فيا اي جروح او اي حاجة. جريت بعدها ورحت ادور على اليزابيث، ولكن كانت خلاص ماتت. مليودس وقتها حس بالعجز وفضل يعيط، ما عادش داري بنفسه. بيقول فضلت ماشي بعدها شبه التايهين في الارض، لحد لما في يوم
يوم قابلت اليزابيث تاني، غرائزي ومشاعري وكل حاجه فيا قالت لي انها نفس البنت اللي حبيتها، بس للاسف هي ما كانتش فاهمه اي حاجه. بتدور الايام وبتعدي ما بينا، اليزابيث الهمجيه بدات في الانفتاح ليا، وقعنا في الحب تاني، عشنا اجمل لحظات حياتنا لحد لما في يوم اليزابيث بتستيقظ في عينيها مفتاح عشيره السماء، طاقتها العلاجيه رجعت تاني، بدات تعالج في الناس، وانا بعدها اتاكدت انها حبيبتي. ده اكيد مش شك، دي حبيبتي تعاد احيائها مره تانيه بنفس الجسم وبنفس الشكل والصوت. هو ده معقول يحصل؟ لا يا صديقي. فبعد فتره اليزابيث طاقتها الكامله بترجع، ذكرياتها معايا هي كمان بترجع. لقيتها جات لي في يوم كده ووشها قالب، قالت لي انا ذكرياتي رجعت. فرحت جدا ورحت لها زي العبيط علشان احضنها، بس اليزابيث وقفتني، قالت لي انت لازم توعدني وعد الاول. قلت لها ايه؟ قالت لي احنا اتعمل علينا لعنه ولازم توعدني تفكها. مليودس وعدها بكده، قالت له حتى لو مت قدامك لازم تفكها. مليودس قال لها تمام. اليزابيث بدات تقول له على اللعنه بتاعتهم، قالت له بعد هزيمتنا وقتلنا في المعركه الاخيره الملوك برضو مرضوش بكده، قرروا اننا لازم نفضل نتعذب الى ابد الابدين علشان نكون عبره لغيرنا. عملوا عليك لعنه بيخلوك ما تكبرش في العمر ابدا وتفضل ذكرياتك معاك، وانا في المقابل هعيش برضو في صوره انسانه طبيعيه، هتقابلني تاني وهنقع في حب بعض من تاني، ولكن بعد 3 ايام من رجوع ذكرياتي هموت قدامك ومش هتقدر تعمل اي حاجه. مليودس بيسمع الكلام ومصدوم، مش مستوعب ولا فاهم هي بتقول ايه. اليزابيث بعدها كانت عارفه مصيرها، فبعد 3 ايام الخشب بيشق قلبها قدام مليودس، بيقتلها تاني. الواد ما قدرش يستحمل تاني، قعد يصوت. بيكمل حكايته وبيقول الموضوع ده اتكرر 107 مرات، كل مره بشوفها قدامي وما بقدرش اعمل حاجه. مره ذكرياتها رجعت وهي لسه صغيره، لقيتها بتكلمني وكانها كبيره كده وبتقول لي انت لسه ما فكتش اللعنه. اتصدمت جدا وما عرفتش اعمل حاجه. وبعدها برضو اليزابيث بتموت بعد 3 ايام قدامي، وبرضو ما بعرفش اعمل اي حاجه. الكل بيسمع الكلام ومقهور حرفيا. مليودس بعدها بيقول لهم انا اسف علشان خدعتكم طول الفتره ديت، بس الهدف من رحلتي ان افك اللعنه اللي علينا، وشكل المره دي كمان مش هعرف اعمل حاجه. الكل بعدها بيتاثر، بيطلب منه ما يستسلمش، بيحاولوا يشجعوه. مليودس بيقول لهم تمام، وبعدها بيتوجهوا الى عاصمه كاميلوت من اجل تحرير ارثر وجميع شعبه. بيحددوا وجهتهم وبعدها بينطلقوا الى هناك، وكان الطريق المره دي صعب جدا على الكل وكلهم كانوا تعبانين جدا. بيوصلوا اخيرا على المكان ولازم يتخلصوا من المكان ده علشان يعرفوا يعدوا الحواجز ويوصلوا على المملكه من جوه. ولكن وهم هناك فجاه بيلاقوا زلدريس في اولها بيكلم مليودس، بيقول له ايه الحوار؟ جاي هنا علشان تعالج حبيبتك ولا ايه؟ ده شكلها عنيده فعلا، ما علينا يعني، كلها 3 ايام وتودع. مليودس بيتعصب من كلامه، طار عليه علشان يقتله، بيخلص عليه فعلا، ولكن للاسف ده كان فخ ليه. ميلاسكولا هي اللي عملته. بيقع في الفخ فعلا. ميلاسكولا بتحوطه بشرنقه الظلام وبتبعده عنهم. بان بيجري عليه علشان يلحقه ولكن ما بيعرفش. بعدها الكل بيتجمع، بيقرروا يروحوا ورا الشرنقه ديت ويحرروا القائد منها، ولكن وهم ماشيين بيشوفوا اجزاء هياكل ماليه المكان بالكامل. بعدها الهياكل ديت بدات تتحرك وبداوا في الهجوم بكل قوتهم على العيال. بان شغال ضرب فيهم وخايف على صاحبه. الكل كمان عمال يضرب في الهياكل ديت. هوك هو كمان كان عمال يضربهم واسكانور بيشجعه، ما علينا يعني. المهم مليودس في الوقت ده كان محاط بشرنقه ميلاسكولا. البنت عماله تنرفزه، بتقول له حبيبتك هتموت بعد 3 ايام، ايه رايك ما حرركش من هنا ولا اقول لك في اليوم الثالث هبقى كريمه معاك واخرجك من هنا. مليودس بيتضايق من كلامها، طاقته عماله بتتسرب ولكن مش عارف يخرج. ميلاسكولا فرحانه، الطاقه اللي مليودس بيخرجها بتمتص من الشرنقه ديت وبتزود طاقه الهياكل العظميه. هو بالفعل الهياكل طاقتها زادت، بدأوا في الهجوم بشراسة أكبر عليهم. الكل حاول يواجههم بس شكلهم مش هيقدروا. بان عمال ينضرب ومش قادر يعمل أي حاجة. ساعتها بقى الأسطورة بيخلع نضارته، وبالمناسبة النضارة ديت بتمنع تحوله، بيتحول لشكله العضلي. بان بيزعق له، بيقول له ما تقفش هادي كده، وراك في جنود هيموتوك. اسكانور بيقول له الهدوء ميزة الأقوياء اللي زيي، وبيدمر الكل وبيمحيه من على وش الأرض. ميلاسكولا مصدومة، هو إيه اللي بيحصل ده؟ مليودس وقتها بيضحك كده، بيقول لها ما تستقليش بينا، أنت اللي هتخسري.
البنت اتعصبت منه، جمعت كل الطاقة اللي اخدتها حطتها في هيكل كبير وعملاق. الكل اتصدم من حجم القوة ديت، الهيكل عمال بيكبر وشكلهم هيدعكوا، ولكن كمية الطاقة اللي اخدها كانت كبيرة جدا، الهيكل ما استحملش، اتدمر قبل هجومه حتى. ميلاسكولا اتصدمت، بقها بقى عامل شبه الكوبري. مليوداس بيقول لها مالك وشك قلب كده ليه؟ البنت وقتها قالت له دول شكلهم لازم نتعامل معاهم بطريقة تانية بقى. بتضحك بخباثة كده. مارين حست بالهجوم، الكل بدأ يدافع عن نفسه الا ديانا. التبستها ارواح الناس الميتة في المكان ده، استحوذت على جسمها، عينيها بقت مليانة دم، وبتقول للكل اسمحوا لي اقتلكم بقى. العيال مصدومة، محدش مصدق اللي بيحصل. كينج حاول يتكلم مع حبيبته، بيحاول يرجعها لطبيعتها، بس البنت مش هنا، ضربته. مش رحمة اي حد بيقف ضدها. ميلاسكولا منتشية من الفرحة، بتقول لي مليوداس استمتع بالعرض ده. القائد بيتعصب، جوسر بيحاول يستحوذ على عقل ديانا ويرجعها، بيوصل لها فعلا، بيلاقيها قاعدة بتعيط، ندمانة علشان الكلام اللي قالته لإليزابيث، ندمانة اكتر علشان هي اللي فتحت دماغها للموضوع ده، زعلانة علشان هي ممكن تموت في اي لحظة بسببها. جوسر بيحاول يواسيها بس البنت مش قادرة، الارواح اللي جواها كمان رفضت تسيب جسمها، بتكلبشها، بتخرج جوسر بره وبتضربه. هو محدش هيقدر لها ولا ايه؟ اسكانور بيديلها بوكس في بطنها كده بيوقعها. البنت بعدها بتصعب على الكل. هيليبرام بيروح لها، بيتكلم مع الارواح اللي جواها، بيقول لهم انا اللي قتلتكم قبل كده. الارواح بتفتكروا ده نفس الجن اللي دمر البلد بتاعتنا، بيمسكوا الخوذة اللي هو جواها، بيخلصوا عليها. كينج زعلان على صاحبه اللي ضحى بحياته علشان يحميهم. بعض الارواح اختفت فعلا، ولكن للاسف لسه في ارواح تانية متعصبة ومقررة لسه تدمر كل اللي واقف. في نفس الوقت ده بقى كانت إيلاين حست باللي بيحصل، إليزابيث هي كمان كانت فائت. قرروا يروحوا على المعركة اللي هناك، وجوسر في الوقت ده كان عمال يصرخ، بيحاول يخرج الارواح من ديانا. الارواح اخدت بالها ان الجسم ده مهم عندهم، رفعت المطرقة على دماغها، هددتهم بيه. الكل اترعب، كينج خلاص بيجيب اخره، لسه الارواح هتخلص على ديانا وبتلاقيها وصلت. ايوه إليزابيث بتستيقظ قواها، بترجع لها ذكرياتها، بتخرج كل الارواح الشريرة من ديانا وبتقضي عليهم. الكل انبهر، ديانا بترجع لطبيعتها تاني، عمالة بتعيط، بتقول لي إليزابيث انت بتشكري واحدة زي ليه؟ انا ما استحقش كده. إليزابيث قالت لها لا، انت صديقتي الثمينة وما اقدرش اتخلى عنها. الله على الجمال. الله. ميلاسكولا في الوقت ده اخدت بالها من اللي بيحصل، قالت لمليوداس عليه. الواد اتعصب جامد، قال لي ميلاسكولا مش هكرر كلامي تاني، خرجيني دلوقتي والا هتندمي. البنت ما عبرتوش. مليوداس خلاص بيجيب اخره، طاقته عمالة بتزيد وشكلها هتقلب مدعكة يا صديقي. إليزابيث بقى في الوقت ده كانت بدأت تستخدم طاقتها على الكل وبتعالجهم. الكل بدأ في الشفاء، وفعلا طاقة إليزابيث مش طبيعية. بتروح بعدها على مارين وبتمدحها شوية، بتقول لها كبرت وبقيتي واحدة زي القمر. الكل مستغرب، هي كانت عارفة مارين كمان ولا ايه؟ مارين في الوقت ده كانت محروقة جدا ومش عاوزة حد ينهش في ماضيها المحرج، بس اسكانور بيترخم عليها. ولكن في الوقت ده ميلاسكولا بتوصل عليهم، بتقول لهم طالما الكلام السهل مش جايب معاكم نتيجة فلازم اقتلكم بنفسي بقى. بتستخدم تعويذتها الاقوى، بتتحول على شكل افعى عملاقة لونها ابيض وبقها كبير جدا. بتقول لهم ما كنتش عاوزة اتحول للشكل ده علشان بيخليني مش كيوت، بس ما علينا يعني. بام بيقول لها ده كده ارحم يا شيخة، ده انت كان شكلك عرة. البنت اتعصبت منه، جرت عليه واخدته في بقها، بتحاول تبلعه. بتقول له انا هبدأ بيك انت اللي قتلت 6 قلوب من بتوعي، عوجت لي بقي، مش هرحمك. بان بيصارع علشان ما يتبلعش، بس شكله بيجيب اخره. إيلاين في الوقت ده ما قدرتش تستحمل وجرت علشان تلحق حبيبها. ميلاسكولا بتهاجم، إيلاين بتراوغ وشكلها مفيش نهاية ولا ايه. ميلاسكولا بتضربها بديلها كده بتوقعها على الارض. خلاص إيلاين حست بالعجز، كينج بيجري عليها وبيقول لها خليكي هنا بس واحنا هنلحقه، بس البنت ما بتسمعش الكلام، بتطير باقصى سرعتها، بتقول انا لازم احميه المره دي، مش هسيبه كل مره يتاذى بسببي. طاقتها بترفع، سرعتها بتكبر، بتاخد بان من بقها في ثواني، اجنحتها بتكمل وحرفيا الكل مصدوم. بان بعدها بيشكرها، بياخدها في حضنه، واحلى إيلاين يا جدعان والله. في نفس الوقت ده بقى مليوداس كان خلاص جاب اخره، بيحرر قوته الشيطانيه بالكامل. الكل بقى سامع ضرباته القويه، شرنقه ميلاسكولا بتتكسر قدام عظمته، والكل كان مصدوم. اسكانور بذات نفسه حس بالقلق ونده على سلاحه الامبراطوري، راح على القائد. في الوقت ده مارين حست بتغيره، قالت لاسكانور القائد دلوقتي صعب انك تقدر تتعامل معاه، انا هحبسه حاليا. اسكانور قال لها ما تقلقيش، انا بعرف اتعامل مع الاطفال اللي زيه. ومليوداس في الوقت ده كان بدأ في تحوله الشيطاني، مشاعره اتاكلت، طاقته بتزيد ومش عارف هو بيعمل ايه اصلا. ميلاسكولا اخدت بالها، عرفت خلاص انها كده ميته وش، بس مارين بتعمل المكعب الكامل على القائد واسكانور. الاتنين بيتحبسوا
جوه. ميلاسكولا ارتاحت وحست بالامان بعدها، مفكره انها تقدر على الباقي يعني. بس ده عند امك. بان بيهجم عليها وبيحاول يسرق قلبها بس ما بيلاقيهوش. ميلاسكولا بتتضاير عليه وبتحدفه سمها بيقتل في جسمه وبيطلع بخار، اي حد بيشمه بيموت. ايلاين حاولت تلحقه بس بان منعها، عمال يتعذب قدامها. اليزابيث بتشوفه، بتتقدم، بتستخدم قوتها العلاجيه وبتشفي بان من سمها، بيرجع طبيعي تاني. ديانا بعدها بدأت في الهجوم على ميلاسكولا. البنت بتحاول تهرب منها بس بوم بتديلها بالمطرقه في وشها، بترجع لها تاني وبوم واحده تانيه بتطيرها. كينج من فوقها برمحه بيخرطها. بعدها ميلاسكولا عرفت انها خلاص كده انتهت، عداد عمرها بينتهي. اليزابيث بتقرب منها، بتستخدم قوتها عليها، بتمحي طاقتها الظلاميه، بترجع افعى صغيره تاني. والكل مش مصدق انها هي. ده ايه الحلاوه ديت؟ بتاخدها مارين في انبوبه اختبار والوضع اخر روقان. من ناحيه اخرى بقى كانت المعركه مشتعله ما بين كل من اسكانور والقائد. الاتنين بيهاجموا بعض بكل قوتهم، ولكن وفجاه ميليوداس بيرشق سيفه في بطن اسكانور بيحاول يمسك دماغه ولكن مش قادر عليه. ميليوداس بيستخدم قوته الكامله وهوب بيوقعه. الكل كان بيتفرج ومصدوم من اللي بيحصل، وحتى اسكانور مش هيقدر عليه ولا ايه؟ مارين بعدها بتقول لهم الصبر بس، احنا دلوقتي الظهر. وبالفعل الشمس تتعامد في السماء، طاقه اسكانور بتشتعل، بتستيقظ قواه الجباره. حرفيا الارض ما عادتش شايلاه. ميليوداس واقف ولا همه. اسكانور بيقول له عاش عليك، انت قوي، انا اعترف بكده. انت ممكن تكون الاقوى بس مهما كنت الاقوى هتكون الاقوى من بعدي. وبوم بيهجم عليه، وعلى عكس توقع الكل ميليوداس ما بيتهزش حتى. طاقه ميليوداس في الوقت ده بقت 242,000، اما اسكانور فلسه 110. ميليوداس بيحط رجله على راسه، بيذله، بيقول له ايه مش هتسليني ولا ايه؟ اسكانور بيتعصب، بيضربه بالبوكس. ميليوداس بعدها ضربه بالبوكس هو كمان وخلاه يتنطط شبه الكوره. بعدها اسكانور خسر للمره الثانيه. الكل خلاص فقد الامل، حس ان مفيش امل للفوز. بس مارين وقتها بتقول لهم لا، بعد دقيقه من دلوقتي اسكانور طاقته هتوصل لاخرها، ولمده كام دقيقه يصبح منيع ومحدش هيقدر عليه. واسم التحول ده زوان. اسكانور بيفوق فعلا، طاقته عماله بتزيد. ميليوداس بيهجم عليه بكل قوته بس ما بيخربشوش حتى، بيرجع علشان يهجم عليه تاني. اسكانور بيستخدم تقنيته الاسطوريه السيف المقدس، بيكسر بيها ميليوداس وبينهي المعركه. ورسميا البطل اسكانور بيتربع في عرش الاقوى حاليا. بعدها مارين بتلغي الحاجز، الكل بيجري عليه وبيشكره على اللي عمله. اليزابيث كانت زعلانه جدا على حبيبها، شايفاه واقع قدامها ومش قادره تعمل حاجه. بيقرروا بعدها هم ناويين يعملوا ايه، وبيتفقوا انهم لازم يتعافوا الاول وبعدها يكملوا رحلتهم الى كاميلوت. اسكانور هو كمان كان جاب اخره، ففي بوكس واحد من مارين كان واقع على الارض مغمى عليه. الاتنين اتاخدوا على الحانه، بداوا يتعالجوا. ميليوداس بيفوق في نص كلامهم، فمارين بتخدره. الكل مرعوب. مارين بتقول لهم هو بيعالج نفسه دلوقتي، لازم نحبسه قبل ما طاقته الكامله ترجع. اليزابيث قالت لها لو هتحبسوه فخلوني معاه، انا بقوتي ديت هعرف اكون جنبه. الكل كان قلقان عليها ولكن في الاخر بيوافقوا. واليزابيث بعدها كانت في قمه الحنين لحبيبها. بعدها بقى مارين بتقيم الوضع بتاعهم وبتعرفهم الوضع اللي هم فيه. بتقول لهم دلوقتي اسكانور مصاب والقائد مش هيقاتل معانا، انتم الثلاثه بس اللي هعتمد عليكم لو في هجوم او اي حاجه. العيال بيقولوا لها تمام، والوضع كمان شويه هيقلب يا صديقي. في نفس الاثناء ديت بقى في مدينه كاميلوت كانت العين ديت مستخبيه كده بعد انقطاع تواصل مارين معاها. بتشوف شيطان عملاق داخل عليها وشكله هيقتلها، بتحاول تطلب المساعده وهوبا الشيطان اتقسم لنصين. ايوه ارثر لسه عايش. بيقابل الكائن ده وبيقول له تعالى معايا. بيروح عند نفق سحري كده هم عاملينه، بيفتح الباب بتاعه، بينزلوا تحت كده، بيدخلوا في متاهه وبعدها بيوصلوا على مكان الشعب. والواضح ان ارثر قدر يحمي كل سكان كاميلوت، وده بانه جمعهم في النفق ده وبدا يوفر لهم كل حاجه. لا ملك مفيش كلام يعني. بعدها ارثر بيقول ان هو لازم يروح على القصر علشان ياخد السيف بتاعه. الكائن ده بيقول له انت هتقدر تعمل ايه لما تروح يعني؟ زلدريس هناك ولو مسكك هيشلوحك. ارثر بيقول له لا، السيف بتاعي هناك ولو اخدته محدش هيقدر يهزمني. وفعلا في الوقت ده كان زلدريس بيحاول يخرج السيف ولكن ما قدرش. بعدها ملك الشياطين بيعمل بوابه بيكلمه. زلدريس استغرب، هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ ملك الشياطين بيقول له ايوه ميليوداس رجع لطبيعته، انا عاوزك ترحب بيه من تاني. زلدريس مصدوم مش فاهم ايه اللي ملك الشياطين بيقوله ده. الملك بعدها بيصدر امر جديد للكل، بيأمرهم يرجعوا ميليوداس ليهم، وشكل في مدعكه فايتات جايه يا صديقي. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء ده. لو عجبك قول لنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، والسلام سلام سلام.